سلام البنات، ان شاء الله نلقاكم كامل بصحتكم ومهنيين. قبل ما نبداو لا فيديو تاع اليوم نصلوا كامل على حبيب المصطفى عليه الف صلاه والسلام. اليوم جيت نشارك معكم هذه الطلبيه تاع مقروط اللوز كما راكم تشاهدوا. جاز الشكل ديالو بزاف راقي وشباب. ما تنساوش ولا عجبتكم لا فيديو تضغطوا على زر الاشتراك وديروا لي جيم باش تشجعوني. فوالا شوفوا الشكل النهائي تاع مقروط اللوز ديالنا، جا يذوب في الفم. هذا هو الصح، يقولوا بسهوله تمسو. دوك نشوفوا جميع التفاصيل باش ينجح معاكم. هنا اول شيء عندنا كيلو تاع اللوز. شوفوا هنا نقرب لكم الكاميرا. اللوز ديالكم ما يكونش غبره وما يكونش كي تاع البقلاوه. نديروه كيما اللي نطحنوا الكعكعات والعرايش تاعك مسكر. فوالا ما يكونش رقيق وخشين. هنا عندنا سكر العادي. هنا عندي حبه كامله وزوج صفر. عندي مبشور الليمون، عندي 5 حبات تاع مبشور الليمون. عندي هنايا ملعقه كبيره تاع الزبده لافاني والماء زهر. هنا اول شيء ناخذ هذاك اللوز ديالي اللي قلنا كيلو. هنا هاد الكميه خرجت لي 40 حبه تاع هذا مقروط اللوز. فوالا هنا السكر انا درت 335 غرام، ميم با نص كيلو، عفوا نص كيلو تاع السكر. انا السكر هنا كنت رحيته في الاشواق. هنا اول شي ضفت لافاني. شوفوا تبعوا جميع هذه التفاصيل باش ينجح معكم. والله غير هذه الوصفه روعه وتجي هايله وتحمر الوجه. فوالا هنا ضفت هذاك السكر، ندخل كامل هذاك اللوز مع السكر. فوالا كيما قلت لكم السكر انا كنت رحيته. نضيف انا درت هنا 5 مبشور الليمون. مقروط اللوز ولا المخبز، هاد الحلويات الجزائريات يحبوا بزاف مبشور الليمون. انا هنا 5 حبات متوسطين ماشي كبار بزاف. هنا ضفت مغرفه كبيره تاع الزبده، تحبوا تضيفوها في الاخير ولا في الاول كيما تحبوا. هنا عندي واحد زوج حتى 3 مغارف تاع ماء زهر. انا هنا ضفتهم لهذاك البيض قلنا عندنا نطمو الحشو ديالنا حبه كامله وزوج صفار، ولا ما نطمتش معاكم تزيدوا حبه كامله وتزيدوا صفار حتى تنطم معاكم. انا هنا نبدا نضيف هذاك البيض. السكر رحيوه في الاشواق باش يعاونكم ما يطوش باش يذوب. انا هنا الحشو ديالي كنت بيدته غدوه من داك الصباح خدمت به. فوالا هنا عجنوا هاد لافارس ديالنا. فوالا انا هنايا درت حبه كامله وزوج صفار ومازال يسحق يزيد يسحق البيض. هنا زدت حبه كامله. هنا ما حبيتش كامل نحذف لكم الفيديو باسكو تفصيله غير صغير ما تراطيوه تقدر ما تنجحش الوصفه هذه. هذا مقروط اللوز تاع الزمان واللي دائما يحضر في الاعراس ديالنا وفي الافراح ديالنا. فوالا هنا نطم في الحشو ديالي او ميم طون نعجن فيه. هنا انا ضفت شويه ماء زهر. ونعجنو باش هاد لافارس ديالنا تجينا معسله. هنا انا مازال الحشو ديالي مازال ما نطمش بيان. دوك نزيد له صفار تاع حبه بيض، بس قلنا نديرو حبه كامله وزوج صفار. من بعد زدت حبه كامله دوك نزيد صفار. دونك انايا في هاد الكميه تاع كيلو
تاع السكر غلاس تاع اللوز. هنا انا زدت صفار في هذه الكميه، انا خدات لي زوج صفار و, و... باردون زوج حبات بيض وثلاثه صفار. هنا الحشو ديالكم لازم يجي شويه يتلاصق بين يديكم باش كي يبات ولا شربوا شويه يجينا جوست كيفو. فوالا هنا نسي نطم فيه ونعجن en même temps. انا ما حبيتش كامل نحذف لكم هاد اللقطات. هنا هذه كانت طلبيه تاع عروسه، سنيوات العروسه هذوما. كانت عندي طلبيه تاع عرايش ومقروط اللوز وغاتو شوكولا موس الجوزيه والتشارك العريان. فوالا نعجنوا، سي ان ديتاي مهم جدا، لازم تعجنوا هاد العقده ديالكم. شوفوا ديجا هكا وبدا يتعسل. انا هنا طميتو نجيب ساشي ونديرو في ساشي. فوالا هنا درتو في ساشي. شوفوا هذاك التعسل كي عجناه، هذاك السكر كامل يذوب. فوالا هنا غدوه من داك الصباح جيت شديت كميه تاع هاد الحشو وندي نشكل حربوش ولا انبوده، نسويوه كامل باش يجي كامل قيس واحد. فوالا هنا نشكلوا الحربوش هذاك ديالنا. وين تشوفوا الشقوق سويوها بيان. شوفوا هنا مقروط اللوز عنده نقاط مهمين لازم تتبعوهم باش ينجح معاكم. فوالا هنا راني نسوي فيه هاو لو بودان ديالي ولا الحربوش راه واجد. هنا نجيب كوبات نبدا نقطع. هنا كنت رايحه نبدا منها ومن بعد بديت من لاغوش باش تقدروا تشوفوا نتوما بيان. ولا كاين اللي يستعمل هادوك القطاعات تاع المقروط كاينت يعطوا نفس النتيجه. فوالا هنايا دو دوا ونقطع، دو دوا ونقطع، دو دوا ونقطع. فوالا وهادو ما عاودوا عجنوهم وتعاودوا تستعملوهم. هنا نجيب كوبات نسوي هادوك الاطراف باش يجينا بومبي. فوالا شوفوا كيفاش جات الحبه ديالنا بومبي، وشوفوا هذاك الارتفاع على هوتور تاع الحبه ديالنا في المعقول، باسكو ما تنساوش كي نزيدو نسكروها تزيد تكبر الحبه. دونك نتوما خذوا بعين الاعتبار هاد النقطه. هنا نسوي غير بالكوبات. فوالا هنا نسوي غير بالكوبات. هاي الحبه تاعنا تاع مقروط اللوز، شوفوا ديجا راهو يبان معسل ما شاء الله. هذا قبل ما يتعسل، قبل ما نديروا له هذاك الشربات
نسوي غير بالعقل هذوك الاطراف باش تجينا الحبه بومبي. كما قلت لكم انا هذا كيلو خرج لي 41 حبه بالضبط. وشنو هذيك الحبه الاخرى خرجت شويه صغيره. دايوغ هذيك اللي قسمت معكم في هذا الفيديو بس كانت عندي طلبيه 40 حبه. فوالا هو المقيرطات تاوعنا. شوفوا كيفاش جا معسل. لا فارس ديالنا ديجا تعسلت كما قلت لكم انا بيتها. فوالا هنا بعد ما شكلتهم كامل درتهم في فوق بابي كويسون. فوالا شوفوا الحبه ديالنا كيفاش تجي. نقطه مهمه الطياب ديالو ينشف برك. هنا انا خدالي 8 دقائق على درجة حرارة 180 درجة. فوالا هنا نجو نخدمو مع بعض الشربات. عندي مغرفة تاع فارينة، مغرفة تاع اكل ومغرفة تاع اكل سكر غلاس. نبدا نضيف في المزهر عينك ميزانك حتى يتحل كامل هذاك سكر غلاس ولا فارين، ويكون عندكم قوام شويه خفيف ماشي ثقيل بزاف. فوالا ونجي نغطس الحبات ديالي تاع مقروط اللوز، نغطسهم داخل هاد الشربات ونحطهم فوق بابي هنايا فوق بابي كويزين ولا بابي ابسوربون باش نشفو هاد مقروط اللوز. هنا جي بخي ان ساشي. سي الطريقه قلت بالك لي بلو براتيك على لي مولفه نخدم بها. هاو الحبات ديالنا شوفوا كيفاش يطيبوا. ما تقولوش بلي كما راهو خضر باسكو ما عندنا والو حاجه طيب، غير البيض هذاك ينشف برك. وكي تشوفوه طري ما تقولوش حيتفتت ولا، باسكو غير تنحوه يبرد يحكم روحه. فوالا هنايا خديت سكر غلاس نفزو فوق في صفايه نديرو كامل في داخل هذاك الساشي. كما قلت لكم من بعد انا شفت بليك سي با براتيك هنا داخل لو ساشي. انا نخدم في جفنه ندير عليها سكر غلاس كيما شاركت ديجا معاكم في التراك المسكر. ندير في جفنه كونتيتي تاع سكر غلاس من التحت، من بعد نحط التراك ديالي ولا كيما هنا مقروط اللوز ونضيف عليها كميه من فوقها ونخليهم واحد 10 مينوت ان كار دور. كيما هاد مقروط اللوز خليته 10 حتى 12 دقيقه. فوالا شوفوا هنايا نغطسو الحبات ديالنا نشمخوهم في هذاك الشربات ولا هذاك لو سيرو. نجو نحطوهم هنا فوق هذا البابي ابسوربون. ما لازمش يكونوا شامخين بزاف كي نديروهم في سكر غلاس. سي بور سا لازم نقطروهم بيان ونشفوهم. انا هنا خديت كميه من بعد كي قلت لكم هنا في ساشي لقيتهم سي با براتيك، دونك اضطريت نولي للاصل للجفنه. والله غير هاد الوصفه جاوبو سوله تمسو يدوب في الفم ومعسل والذوق تاع الليمون ما نحكي لكمش.
شاء الله ولا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم تجربوها وتخلوا لي في التعليقات، توصلني تعليقات جد مشجعة وتفرحني. فوالا كيما قلت لكم هنا خديت كمية. نديروه في الشربات ولا في هاد لو سيرو غير الكميه اللي نسكرو. هنا جبت نوتر بابي ابسوربون ونشف الحبات ديالي شويه، ندي هنايا نغطسهم داخل هذاك سكر غلاس. هنا ما كنتش كامل اليز، ما كنتش كامل نخدم بيان في هاد لو ساشي بيسكو كنت موالفه نخدم في الجفنه. دايو غير هاد الحبات اللي سكرت هنا في الساشي هدايا باقي كملتو كامل في الجفنه. كما راكم تلاحظوا هنايا لازم تنيولهم، لازم هكا لازم يكون سكر غلاس مدكس عليهم، تغطيوهم بيان. هنا نعاودوا الوصفه رابيدمون. قلنا عندنا كيلو تاع اللوز، لازمش يكون مطحون رقيق وما لازمش يكون خشين، لازم يكون فوق رقيق كيما نطحنوا الكعكعات ولا العرايش، ما يكونش خشين كيما تاع البقلاوه. قلت لكم هنا في كيلو انا درت 335 غرام تاع السكر، 335 غرام سكر. عندي 5 مبشور ليمون، 5 حبات مبشور ليمون. انا الحبات ديالي ما كانوش كبار بزاف، كانوا متوسطين. وعندي مغرفه كبيره تاع مارغارين واحد 30 غرام، وضفت لها زوج ملاعق كبار تاع ماء الزهر. وعندي خدات لي 2 تاع البيض كاملين و3 صفار. ها واش كاين في الوصفه ديالنا. فوالا هنا نجيب الحبات ديالي بعد ما فاتوا واحد 12 13 دقيقه، نجي نمسحهم غير هكا بالكفه تاع اليد. هنا عفوا كانت لا كاميرا ديالي ما كانتش سونطري. فوالا هنا نمسح غير بهكا، شوفوا غير بالعقل باش ما نخلوش هذوك لي زومبرينت ديالنا فوق الحبه. فوالا هنا تمسحوها برك، نحو كامل هذوك الزوائد باش تبينوا هذوك لي بوينت تاع المقروطه ديالنا. شوفوا فوالا هاوليك هي الحبه ديالنا بعد ما سكرناها. شوفوا قلت لكم تجي متوسطه بعد ما نسكروها تزيد تكبر الحبه. كما قلت لكم ان ديتاي مهم، الفرن تاعكم لازم تكونوا مشعلين على ويسخن، وتدخلوا الحبات ديالكم السنيوه تاعكم طيب 7 حتى 8 دقائق هي ماكسيموم هذه، ولا ما كاش 10 دقائق ماكسيموم، باسكو ما كاش حاجه خضراء لازم طيب. عندنا غير هذاك البيض لازم ينشف، دونك ما لازمش تكتروا له الطياب. وكي تشوفوه مازالو طري ما تقولوش هاو طري نزيدوا له كي يبرد يحكم روحه اوتوماتيكمون. هذا ديتاي مهم جدا. وشنو قانيت حاجه لازم فوالا وتسكر باش يجينا طري. هذه ستوناستوس كنت شاركت هذه جا معكم في التراك مسكر. نضيفو مغرفه تاع لافارين سوا الشربات ولا لهاد سكر غلاس والمزهر. انا ضفت هنا درت ملعقه كبيره تاع اكل تاع لافارين ودرت لها ملعقه كبيره تاع سكر غلاس وحليتهم بشويه مزهر. فوالا هنا خدت لي
بريسك 2 ساشي تاع سكر غلاس. هاد الكميه تاع 40 حبه قريب 2 باكي تاع 700 غرام تاع المرجان. فوالا هنايا بعد ما تسكروا هاد الحبيبات الاولين، السكر ديالكم ما ترميوهش. انا نجوزو في صيار ولا في صفايه ونعاود نزيد نخدم به ونضيف عليه جديد، ينسي دو سويت. وكي تكملوا به ما ترميوهش، تقدروا تستعملوه داخل لاباط سواء لي سابلي ولا تبدير ماشي مليح. فوالا هنا بعد ما نسكر الحبات ديالي، فوالا هنا خدمت هاد لو ديكور باش يجي مقروط اللوز بريستيج بشكل راقي والشكل جديد. تعودنا على وريت لكم هذاك لو مول باش خدمت. هنا كانت عندي شويه طليه قعدت لي من العرايش، زدت حليتها بشويه ما زهر باش درتها شويه خفيفه. فوالا هنا بعد ما جوزت عليهم في صفايه، جوزت غبرتهم هكا غير من الفوق شويه باش ما يجيش بزاف لاكوش كبيره تاع سكر غلاس. ديجا المقروط اللوز يجي حلو. هنا ناخذ غير كميه صغيره برك تاع طليه. فوالا ونلصق هاد لي موتيف ديالي. جا الشكل ديالهم بزاف راقي وشباب، والبنه ما نحكي لكمش. نتمنى تجربوا الوصفه، راهم جايين الافراح ان شاء الله على الابواب، قريب العيد، قريب العراس. نتمنى تجربوا الوصفه هذه ديالي وتدعوا لي. اني شاركت معكم كامل التفاصيل كيفاش خدمت هذه الوصفه بكل شفافيه. نتمنى تجربوا الوصفات ديالي. فوالا هنايا بعد ما درت هذاك لو موتيف درت لا بات سكر بلانش، درت لها شويه تاع التيلوز باش ينشف غابيدمون هذيك لا بات سكر. وفي هذاك في الوسط درت شويه تاع لو ناكري دوري. فوالا هاو الشكل النهائي تاع لو غاتو ديالنا بعد ما درنا له هذيك الورده ولا هذا لو ديكور. جا الشكل ديالو بزاف راقي وشباب. هنايا فوالا هنا كنت بديت ندير لي كيسات ولا دونتيل. هاد لو تول خيرت انا اكسبري هاد لو تول بلون فيه هاد لي بتي بوا دوري باش يعطي هذاك لو غوفلي باش يجي اسورتي مع هذيك لا فلور اللي درت لها في الوسط لو دوري. فوالا شوفوا الحبات ديالنا كيفاش تجي، بسم الله ما شاء الله. نتمنى تعجبكم لا فيديو تاع اليوم. ما تنساوش ديروا لي الاشتراك وعاودوا ضغطوا على زر الاشتراك باش تدخلكم كامل الوصفات ديالي جدد. هاو الشكل النهائي تاع الوصفه ديالنا تاع نهار اليوم. هنا جبت لو بلاطو هاد لي بوكس درت لهم من التحت، سبقت مسحتهم دابور دي فوا يجوا مغبرين مالغري مغلوقين. نمسحهم ونشفهم بيان ما تشمخوهمش بزاف باسكو سي دو بوا. هاو الشكل النهائي. ودرت هذاك بابي الومنيوم لتحت ودرت تشارك مقروط اللوز ديالي عفوا. انا نجي نقسم معكم حبه. شوفوا كيفاش جا هذاك ديك لا بوكس جات ما شاء الله. انا نجي نقسم معكم حبه باش تشوفوا كيفاش جانا وكيفاش جا معسل. شوفوا كيفاش الموس يدخل فاسيلمون. فوالا جو سوي ساتيسفيت دو ريزولطا. هنا عفوا الاضاءه كانت ناقصه، كنت هنا كانت بوتيتر الوحده ونص تاع الليل. فوالا شوفوا كيفاش جا القوام ديالو. شوفوا هذاك التعسل من الداخل، شهيتكم في الجنه. واللي راهي تتوحم تسمح لنا. فوالا شوفوا هذاك التحسل كيفاش راهو يبان من الداخل. فوالا هاو لو روندو فينال تاع لا بوكس تاعنا لو غاتو بعد ما كملناه.
ان شاء الله يعجب الزبونة ديالي. الى فيديو مقبل ان شاء الله. تهلاو في رواحتكم، تهلاو في احبابكم وناسكم، وشكرا. نخليكم مع هاد اللقطات.